هل يرى المحتضر ملك الموت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعض أحبابي بيسألوا هل الإنسان عند الموت يرى ملك الموت؟ نعم، يرى المحتضر ملك الموت، بل ويرى الملائكة الذين يسبقون ملك الموت من أجل تجهيز الروح. بينزل عدد من الملائكة، المؤمن ينزل إليه ملائكة الرحمة والكافر ينزل إليه ملائكة العذاب، ويجهز الروح لحد ما تصل إلى الحلقوم، ثم ينزل ملك الموت ويجلس عند رأس الميت وينادي عليه بالحالة التي عليها. لو كان مؤمنا ينادي عليه نداء للمؤمنين، وإن كان كافرا ينادي عليه النداء الآخر. فالمؤمن كما قلت تنزل إليه ملائكة الرحمة كما قال صلى الله عليه وسلم، كما عند أحمد بسند صحيح. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، خلاص في آخر لحظات حياته، نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. هو الآن في السكرات، هو لسه ما ماتش، يعني لسه ما خرجتش الروح. نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. جايبين كفن من الجنة وعطر من الجنة، الحنوط اللي هو العطر من عطور الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر. ده دليل على ان اعدادهم كبيرة جدا. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: ايتها النفس الطيبة. يا رب اجعلنا من اهل هذا النداء. أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. زي ما المية بتنزل من فم الزجاجة تخرج الروح بكل يسر وسهولة. وأما الكافر بقى فتنزل إليه ملائكة العذاب في نفس الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح. قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، يعني كفر من النار عياذا بالله، فيجلسون منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. لو واحد عنده كده قطعة حديد مشرشرة ودخلها في صوف مبلول، يجي يشدها تفضل تقطع في الصوف. فهكذا روح الكافر بتتغلغل في العروق فينتزعها ملك الموت فتقطع عروق الكافر، كل عرق يتقطع وينفجر عياذا بالله بسبب خروج الروح التي تغلغلت في العروق عياذا بالله. قال جل وعلا: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. يعني الملائكة اللي بيجهزوا الروح، ثم يأتي ملك الموت وينتزع تلك الروح فلا يدعوها في يده طرفة عين، فيأخذوها ويضعوها في الكفن ثم يصعدون إلى السماء. المؤمن تفتح له أبواب السماء، والكافر تغلق له أبواب السماء ولا يخرج ولا يستطيع أن يصعد أو تصعد روحه إلى السماوات السبع. لكن الميت فقط يا حبايبي هو بس اللي بيشوف الملائكة دولت وبيشوف ملك الموت، لكن كل من حوله من الأقارب والأصدقاء والذين يحضرون موته لا يرون الملائكة ولا يرون ملك الموت. قال جل وعلا: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. انتم ما تشوفوش، إنما الميت هو فقط اللي يشوف. ليه؟ لأن ربنا قال: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فبيحصل التبدل الأول للبصر للميت، إنه هو عند السكرات يتبدل البصر فيستطيع أن يرى الملائكة، لأن احنا في الدنيا لا نستطيع أن نرى الملائكة، لكن عند الموت نستطيع أن نرى الملائكة بفضل الله سبحانه وتعالى. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.